عمرك سألت نفسك إيه اللي ممكن يخلي شاب في العشرينات شعره يبيض بالكامل في كام شهر؟ لو قلبك ضعيف بلاش تكمل، لأن اللي هحكيهولك عن خدمة ألف شين مش خيالات، دي كوابيس حقيقية. بسم الله، تبدأ حكايتنا. محمد شاب عنده 25 سنة من محافظة البحيرة. بيقول حكايتي بدأت قبل ما أدخل الجيش في سنة 2024. احنا كنا عايشين في بيت مكون من دورين، وبسبب ظروف والدي البيت ده كان عبارة عن مأوى للجن. من وانا صغير كنت بشوف حاجات غريبة جدا في البيت، دخان اسود بيجري من جوه الشقة وينط من الشباك. في الاول كنت فاكر اني بتخيل، لحد ما اخويا قال لي ان هو كمان شافه، لانه كان معايا وقت ما الموقف ده حصل. ولما كنت ببقى قاعد في البيت لوحدي كنت بسمع صوت تسقيف، كأن في حد بيسقف فوق راسي بالظبط. أقوم أدور في الشقة كلها ملاقيش أي حاجة، ولما أرجع مكاني ألاقي بنت في حدود 15 سنة واقفة جنب باب أوضة النوم بتبصلي، ومرة واحدة بقها يكبر وعينيها تبقى سودة بالكامل وتجري عليا تخترق جسمي. يومها أغمى عليا، وأهلي رجعوا من بره لقوني واقع على الأرض. ومن بعدها بدأت أشوف حاجات مش بشوفها في العادي. بعد ما اتخرجت قدمت على الجيش زي أي شاب علشان أخلص وأكمل حياتي. جهزت شنطتي وأخدت بعضي ومشيت، وعيون أمي كانت كلها دموع عليا، لأنها الوحيدة اللي عارفة إني مش ببقى كويس طول ما أنا لوحدي. رحنا معسكر التدريب، وبعد يومين من غير نوم بسبب التنقل من مكان لمكان واستلام المهمات دخلونا العنابر. العنابر دي كانت كلها قديمة ومتهالكة. دخلت أنام وأنا مش حاسس بنفسي من التعب، وبعد كام ساعة صحيت مفزوع على كابوس وحش جدا. والمصيبة إن لقيت نفس البنت اللي بشوفها في بيتنا واقفة قدام سريري. جسمي اتشل مكانه وما قدرتش أتكلم ولا أعمل أي حاجة. غمضت عيني وحاولت أقرأ قرآن في سريري لحد ما نمت وما حسيتش بحاجة. تاني يوم صحونا الساعة 6 الصبح، وكان يوم تدريب عادي بس طويل. وقبل النوم رحت الحمام اللي كان بعيد عن العنبر، ودخلته وقلبي مقبوض، حرفيا مش حاسس براحة في المكان ده. اليوم اللي بعده كان متعب برضه، ولما الكل دخل ينام كنت مستني أي حد يروح الحمام علشان أروح معاه بحجة إننا نتكلم وما نبقاش لوحدنا. لقيت واحد من دفعتي اسمه إبراهيم، سألني مالك؟ قلت له مفيش، تعبان شوية. قال لي طب أنا هروح الحمام. قلت له يلا تعالى هروح معاك. واحنا رايحين الحمام إبراهيم قال لي المكان ده مش كويس نهائي، أنا شغال في الكانتين زي ما أنت عارف، وبرجع بعد نوبة الساعة 11 وكل الناس نايمة، مفيش غيري أنا وعساكر الكانتين اللي صاحيين، وبنرجع بعد جرد الحسابات. قلت له إن في صف ضابط كلمني النهاردة إن أروح معاكم، فقال لي تعالى يا عم مش هتخسر حاجة، أحسن من تعب التدريب والشمس. واحنا راجعين من الحمام إبراهيم وقف فجأة وقال لي شايف اللي أنا شايفه؟ قلت له فين ده؟ شاور لي على هنجر قديم فيه مدفع قديم جدا، وكان واقف عنده زي خيالات كتير كأنهم عساكر. قلت له أنا مش شايف حاجة. قال لي أقسم بالله في هناك ناس لونهم اسود وواقفين عند الهنجر القديم. قلت له برعب بلاش تجيب سيرة الهنجر ده، انت مش سمعت العساكر القديمة قالت ايه عنه؟ وان في عسكري انتحر فيه وقتل نفسه على المدفع ده، ومحدش يعرف السبب لحد دلوقتي. وفجأة لقيت إبراهيم بيجري بأقصى سرعة، وببص لقيت خارج من الهنجر كلاب لونهم اسود بتجري ورانا. جريت أنا كمان على قد ما أقدر لحد ما دخلنا العنبر بتاعنا وإحنا بننهج. قلت له مش انت قلت انهم تقريبا عساكر؟ قال لي اسكت علشان ما نصحيش حد، والصبح هقولك على كل حاجة. الصبح طلع
ورحت على الكانتين وبدأت شغلي. ولما جه وقت الغدا قعدنا نتغدى أنا وإبراهيم. لقيته بيفضفض لي وبيقول لي أنا بقالي كام يوم تقريبا من أول ما جيت، وكل يوم بجري من الكلاب دي وهي بتجري ورايا. شكلهم غريب ومخيف ومش زي أي كلاب بتشوفها في الصحراء العادية. قلت له مش كفاية إنهم خارجين من الهنجر القديم يا إبراهيم، دول شياطين. وطلعت له جزء من الأذكار واديتهوله يخليه معاه دايما. خلصنا يومنا ورجعنا علشان ننام، بس قلنا نروح الحمام الأول نقضي حاجتنا. المرة دي قررنا نروح حمام تاني خالص، لأن بصراحة ما كناش عايزين نقرب من الهنجر القديم ده تاني. الحمام التاني كان أبعد شوية وجنبه شجرة كبيرة شكلها لوحدها يجيب الرعب في القلب، والحمام كان تحتها، وهو عبارة عن 6 حمامات جنب بعض. دخلنا الحمام وبعد دقيقة بالظبط بدأنا نسمع صوت حد دخل الحمام واحنا جوه. سألنا مين، بس محدش رد، مع ان صوت خطواته كان واضح جدا. الخطوات قربت ووقفت قدام باب الحمام اللي انا فيه. وقتها قلت تاني مين، ولكن برضه مفيش حد بيرد. بعدها سمعت خطوات راحت للحمام اللي جنبي ودخل. خلصت أنا وإبراهيم ولقينا الشخص اللي دخل ده قافل على نفسه الحمام، بس كان بيطلع منه صوت وجع غريب. شخص حرفيا تعبان قوي. قلت له من بره انت كويس؟ طيب انا معايا دواء كويس للمعدة لان اكل الجيش مش كويس نهائي. جيت اخبط على الباب لقيته مش مقفول، الباب كان مفتوح عادي، ولما زقيت الباب ما لقيتش حد جوه. جسمي اتسمر مكانه لما لقيت صوت الوجع لسه مستمر وباقي ابواب الحمامات كلها مفتوحة. وفجأة لقيت ابراهيم بيشدني وبيقول لي برعب اهرب. جرينا بأقصى سرعة لحد العنبر بتاعنا واحنا ميتين من الرعب. وبعد ما اتأكدنا ان الحمامات كلها كانت فاضية، صوت الأنين اللي كنا سامعينه اتحول لصرخة فظيعة، وده كله واحنا بنهرب. دخلت انام وانا مش قادر اتنفس من الخوف. وتاني يوم حلفت اني مش هروح الحمامات بالليل مهما حصل، بس للأسف بسبب أكل الجيش اللي معدتي مش متعودة عليه صحيت والكل نايم، وببص في الساعة لقيتها 3 الفجر. بطني كانت بتتقطع، فقلت أمري لله، هروح الحمام وربنا يسهلها. وأنا في طريقي شفت عسكري خدمة واقف عند الجبل من بعيد، وكان جاي في اتجاه الحمام، بس شكله ما كانش طبيعي، كان عبارة عن سواد على هيئة إنسان بيتحرك. جسمي اتخشب مكانه، وخصوصا إن الحمام ده هو اللي جنب الهنجر القديم. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، بس العسكري ما دخلش الحمام، كأنه فضل واقف وراه وقعد هناك. رحت لفيت ورا الحمام أبص وما لقيتش حد. مسكت أعصابي بالعافية ودخلت، وكنت واخد معايا أزايز مية علشان المية بتقطع ومش بتيجي غير في مواعيد معينة. رحت عند خزان كبير جنب الحمام علشان أملى الأزايز، ولما كنت بخلص آخر إزازة لقيت حد بيخبط على كتفي وبيقول لي أنت بتعمل إيه؟ من الصدمة الإزازة وقعت من إيدي على الأرض، ولفيت لقيته عسكري الخدمة. قلت له أنت إزاي كنت واقف ورا الحمام واختفيت مرة واحدة؟ قال لي بصوت ناشف ما تشغلش بالك يا عسكري، أنت هنا مستجد، ممنوع تطلع برا العنبر في الوقت ده. قلت له أنا كنت تعبان بس من أكل الجيش. رد وقال لي سمعت يا عسكري أنا بقولك إيه؟ قلت له تمام. وأثناء ما كنت بكلمه لمحت اسمه المكتوب عليه، وهيئة لبسه كانت قديمة مش نفس لبسنا خالص، وكان مغطي وشه، فقلت يمكن علشان الجو برد واحنا في شهر 1. تاني يوم قابلت عسكري اسمه حسام، أقدم مننا ومن القوة الأساسية لمركز التدريب، بقاله 2.5 سنين وفاضله 6 شهور ويخلص.
سألته على الاسم اللي شفته، وائل عبد المنعم الشيشيني. حسام بصلي بصدمة وقال لي: انت عرفت الاسم ده منين؟ حكيت له اللي حصل وإن العسكري ده حذرني أخرج بالليل. حسام قال لي حاجة رعبتني. العسكري ده ضرب نفسه بالنار وهو في الخدمة على الجبل من زمان، وعساكر كتير قبلك شافوه وكلموه، ولما بيعرفوا إنه ميت بيتصدموا. أنا كنت بسمع كلام حسام ومش مصدق. أنا امبارح كنت بتكلم مع واحد ميت، قعدت سرحان ومش قادر استوعب. لما خلصنا مركز التدريب كل واحد اتوزع على وحدته الأساسية، وحظ المنيل وداني قاعدة محمد نجيب. المكان هناك وحش جدا والمية بتقطع بال14 يوم، ولما نزلت أجازة أهلي شافوني اتخضوا. شعري كله طلع فيه شعر أبيض من الرعب اللي شفته. ولما رجعت وحدتي مرة تانية وتوزعنا على الخدمات، كان حظي الأسود إني رحت على خدمة اسمها ألف شين، بمعنى الشديد الانفجار. ودي خدمة على مخازن ذخيرة في مكان مقطوع بيبعد حوالي 4 كيلو عن المكان اللي بننام فيه. استلمت خدمتي في ألف شين، واللي بتكون فوق برج المراقبة، وببقى قاعد مستني الوقت يعدي. خدمتي كانت من الساعة 10 بالليل لحد 6 الصبح، والمكان ضلمة كحل، ما تقدرش تشوف ايدك قدامك. قبل ما اروح خدمتي عسكري قديم حذرني وقال لي: ما تركزش مع اي حاجة تحصل هناك، ولو حد نده عليك اياك تسيب محل خدمتك وتنزل من البرج. سألته بخوف: هو ايه اللي بيحصل هناك وليه منزلش؟ قال لي: مش عايزك تعرف حاجة من دلوقتي، هتعرف بنفسك أحسن ما حد يقولك وتروح وانت خايف. طلعت البرج ومعايا سلاحي والذخيرة، وعملت السلاح على الأمان، وقعدت مشغل الراديو في موبايل النوكيا الصغير علشان أسلي وقتي. وفجأة حسيت بحصوة صغيرة بتترمي عليا، ولما نورت بالكشاف علشان أشوف مين اللي بيرمي ما كانش في حد. قلت لنفسي يمكن تهيؤات من التعب علشان لسه راجع من الأجازة وطلعوني خدمة على طول. البرج كان طوله حوالي 3 متر بس ضيق جدا، فنزلت أمشي تحته وأحرك رجلي شوية. المكان كان في الصحراء ومفيش غيري والسلك، وحوالينا كان في عرب بيسرقوا حاجات من الجيش، ومخزن الذخيرة بعيد عن الوحدة علشان لو اتضرب وانفجر ما ياخدش الوحدة معاه. عشان كده اسمه ألف شين، اختصار لشديد الانفجار. خلصت خدمتي ورجعت للعسكري القديم وقلت له: أنا نزلت ومفيش حاجة حصلت، شكلك بتضحك عليا، بس كان في حصوة بتترمي عليا كل فين وفين. قال لي: صدقني هي بتبدأ كده، هم عايزين يخوفوك. قلت له: هم مين؟ قال لي: أكيد انت فاهمني. ما كنتش عايز أصدق، كنت عايز أعدي أيامي وخلاص. لما الدنيا ليلت استلمت سلاحي ورحت البرج، وقررت إني مش هنزل مهما حصل. ولما طلعت بدأ صوت رمي الحصوات يرجع تاني. وقتها قلت بصوت عالي: ما تسيبوني في حالي، انتوا عايزين مني ايه؟ وفجأة أسمع صوت ضحك ومش عارف مصدره منين. نزلت على ركبي وأنا حاضن سلاحي ومرعوب وبحاول أقول أذكار، وفجأة سمعت صوت خطوات طالعة على سلم البرج، ولما بص ما بلاقيش حد والصوت بيقف. وقتها قمت أبص حواليا وشفت حاجة تشيب الشعر، خيال طويل أسود واقف على بعد حوالي كام متر وباصص في اتجاهي. وقتها ما حسيتش بنفسي وأغمى عليا من الرعب. لما صحيت لقيت نفسي في العيادة وراسي متعورة مكان ما وقعت، وأخدت أجازة أسبوع. وطول ما أنا في البيت لوحدي بقيت أشوفه في كل مكان وبيجيلي في أحلامي يضحكلي. رجعت الجيش وأمي كانت قلقانة عليا جدا، ولما وصلت دخلت نمت والحمد لله ما كانش عندي خدمة. تاني يوم كنا رايحين أنا و3 عساكر ننظف خزان سمر،
وده عبارة عن بنزين نقي وغالي جدا للدبابات. واحنا بنغسل الخزان من تحت طلعت علشان اروح الحمام، وانا راجع لقيت نار طالعة من بعيد مكان ما كنت بشتغل. وقتها جريت على هناك ولقيت العساكر والضباط كلهم بيرشوا رمل وبيطفوا بطفايات الحريق، والنار كانت شديدة لدرجة إننا مش قادرين نقف جنبها. فجأة سمعنا صوت صويت طالع من الخزان، والعسكري زميلي طلع بيولع وجسمه بيسيح حرفيا. جبنا بطاطين ورميناها عليه وطفيناها. وبعد العشاء جالنا الخبر اللي صدمنا، للأسف زميلنا مات. وقتها كنت مصدوم ومنهار، ورحت خدمتي وانا بعيط وبقول يا ريتني كنت معاه. وبعد شوية سمعت صوت بيقول لي وانت ما كنتش معايا ليه وقتها؟ سبتنا موت محروق يا محمد ليه؟ قمت ابص ناحية الصوت لقيت حد ملفوف ببطانية. نورت كشاف الموبايل ويا ريتني ما نورت. شفت أبشع منظر في حياتي، وشه محروق لدرجة إن عضلات فكه ظهرة، وبقى بيزعق فيا ويقول لي ما كنتش معايا ليه تساعدني يا صاحبي؟ ما كنتش معايا ليه؟ قعدت على رجلي وقتها وغطيت ودني وانا بعيط وبقول ابعد عني ابعد عني، ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. عدت الايام وبدأت اتعود على كل الرعب اللي بيحصل ده، لحد ما وصلت دفعة جديدة للوحدة. كان وسطهم عسكري اسمه زياد. العساكر اللي في دفعته كانوا بيقولوا إن الولد ده مش طبيعي، بتاع أعمال وسحر، وإنه كان بيختفي في مركز التدريب وبيظهر من العدم. محدش كان بيقرب منه ولا بيكلمه، حتى الضباط وصف الضباط، واللي كان يزعله كانت بتحصل له مصيبة، لدرجة إنه حصل موقف فظيع. زياد استلم خدمة بسلاح ناقص طلقة، وهو مفتش ورا زميله اللي سلمه السلاح لأنه مخونوش، واتعرض لمحاكمة عسكرية وحصلت له مشاكل كتير، بس سبحان الله خرج منها وخد شهر واحد سجن حربي. الكل كان عارف ومتأكد إن العسكري اللي سلمه السلاح هو اللي سرق الطلقة كنوع من التذكار، وزياد كان عارف مين اللي عمل فيه كده. وبعد يومين بالظبط العسكري اللي سلمه السلاح لقيناه ميت عند هنجر دبابات قديم، كان شانق نفسه وجثته اتنفخت لأن عدى عليها 3 أيام وكانوا فاكرينه هربان. منظره كان راعب العساكر كلها. مرت الشهور، وفي آخر 3 شهور ليا في الجيش طلبوا أقدم عساكر علشان خبرتهم، وأنا كنت منهم، ورحنا نأمن كمين على حدود ليبيا. المكان ده كان مضروب بالنار من مهربين مخدرات وإرهابيين زمان. قعدنا هناك لمدة شهر، بس المكان كان مريب جدا، رصاص كتير في الحيطان ودم متجلط، وتحس حرفيا إن كان في حرب طاحنة هنا. أول ما وصلنا المكان ده دخلت أنام، ولما صحيت جسمي كله كان واجعني كأني شغال بقالي أسبوع كامل من غير راحة. وقتها قسمنا الخدمات، كنا 12 عسكري كل 2 مع بعض، لحد ما تيجي دفعة حرس حدود تستلم المكان. كان في عجز رهيب في العساكر. استلمت أنا وصاحبي خدمة على تل عالي، كان عبارة عن أوضة صغيرة 2 متر في 2 متر، مفتوح فيها فتحات لضرب النار من كل اتجاه. الأوضة كان فيها دم متجلط على الأرض وعلى الحيطان، شكلها لوحده يرعب. قلت وقتها لزميلي هنام شوية معلش، ونخليها انت 2 ساعة وانا 2 ساعة. قال لي تمام. ولما نمت حلمت بكابوس بشع، كأني رجعت بالزمن للمكان قبل ما يتضرب بالنار، وناس دخلوا عليا الأوضة مسكوني ونيموني على الأرض وفصلوا راسي عن جسمي. كنت مستوعب كل اللي بيحصل رغم ان راسي مش في جسمي، وشايف جسمي مرمي على الأرض. صحيت عرقان ومرعوب ومش قادر اخد نفسي. صاحبي قال لي مالك؟ حكيت له عن الكابوس اللي شفته، وقال لي أكيد من مسافة السفر وتغيير المكان.
ونفسيتك تعبانة مش أكتر. استلمت مكانه وفضلت صاحي ومركز قوي بعد الحلم ده، وفجأة شفت ناس شايلة حد من غير راس، وواحد تالت ماسك الراس في ايده وراح رميها لبعيد ورموا الجسم وراها. نزلت على ركبي بسرعة علشان محدش يشوفني، وفضلت أصحي في زميلي. قام وبص بره وقال لي مفيش حاجة، وقال لي جملة رعبتني أكتر: ما تديش ليهم اهتمام، هما بيعيشوا على الخوف. ودخل ينام تاني وراح في النوم. بعدها فضلت أنا صاحي وبدأت أسمع صوت بينادي: يا محمد، تعال يا محمد. أخرج أقول مين هناك، وأسمع صوت ضحك، ولما أرجع الأوضة بيبتدي طوب وحصى يترمي علينا. فضلت قاعد على ركبي ومرضتش أصحي زميلي علشان مش هيصدقني. فضلت أسمع صوت الرمي وضحك يشيب القلب. عدت الأيام اللي كنا فيها وكان كل يوم بيحصل كده، أو يمكن يوم ويوم لأ. خلصت جيشي وأنا حرفيا دلوقتي بتعالج نفسيا من كل اللي شفته، وشعري بقى فيه خصل بيضة كتير. ودي كانت حكايتي. سيبولنا رأيكم في التعليقات، واللي عنده قصة مرعبة حصلت معاه ياريت يبعتها لنا. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.